هلا وهلا. طبقنا اليوم هو دجاج وخضروات بالبشاميل. فالطبق كلش سهل بالتحضير وكلش ممتع بالأكل، هواي أولادكم راح يحبوه. يلا نبدأ. مكونات الطبق: نص كيلو من صدور الدجاج مقطعتها شرايح، وتقريبا نفس الكمية نص كيلو من الخضروات المسلوقة، أي خضرة عندكم، جزر، بازاليا، أي شيء سلقوه قطعوه ناعم. أنا استخدمت الخضروات اللي تجي بأكياس مجمدة، بصل شرايح وثوم شرايح، والبهارات كاري وبابريكا وفلفل أسود وكمون وثوم باودر. نبدي أول شي نحط زيت على النار، نحمس البصل أنا مسوية بصلايتين مقطعتهم شرايح، راح نحمسهم زين. لما يتغير لون البصل شوية نضيف عليهم الثوم. هسه راح أخلي على البصل والثوم، أخلي عليهم البهارات، أخلطهم سوا وأخليهم على ما تطلع شوية ريحة البهارات. أضيف الدجاج أنا مقطعته شرايح كلش رفيعة، بسرعة راح يستوي، ما يحتاج سلق. حمسوهم زين وغطوهم، خلوهم يعني تقريبا فد 20 دقيقة. الدجاج عندي يصير جاهز. وراها أخلي عليهم الخضروات مسلوقة، ما راح تحتاج هواي وقت. هذا صار شكل الحشوة، فتشي خبل. نبدي نسوي هسه البشاميل محتاجين له ملعقتين طعام من الزبد، وخلي عليها شوية زيت. نخلي 4 ملاعق طعام من الطحين، بعدين نبدأ نضيف 4 أكواب من الحليب. هو هذا البشاميل. نظل بس نخلطه بالخلاطة هاي اليدوية على ما يصير كله فد خليط متجانس. أضيف له بالنهاية بس ملح وفلفل أسود. قوام البشاميل النهائي راح يصير أشبه بقوامه يعني المحلبي شوية، راح يثخن. النار دائما انتو نصوها لما تسوون البشاميل. وهيجي صار عندي جاهز. بايركس الشوي راح نخلي حشوة الدجاج، ونخلي عليها البشاميل. على الوجه راح أخلي شوية جبن موزاريلا المبروش، وراح أدخل البايركس للشوي على درجة حرارة 280. راح تاخذ من عندي تقريبا يعني 45 دقيقة أو حسب حرارة فرنكم. وهذا صار شكله لما طلعنا البايركس من الفرن، يخبل كلش طيب. طبق طعمه مو طبيعي، لازم تجربوه، وبالعافية مقدما.